بصوا يا جماعه، في راجل هنا عنده محل صغير مستخبي كده وبيعمل فطير من الستينات واسمه عم حسن. هو بيعمل فطير بقى اللي هو بتاع زمان ده، اللي هو بقى بيبقى عباره عن سمنه وسكر بس. عارفين انتوا الفطير بتاع زمان ده؟ فتعالوا نشوفوا الراجل ده لسه فاتح بقى ويا رب نلاقيه. وهو ده شكل المكان من الستينات من ساعه ما فتح ولحد دلوقتي هم ما غيروش شكل المكان. والمكان ده ليه تاريخ كبير وهو من اقدم الناس اللي بداوا في الفطير والزلابيه او لقمه القاضي. والمكان ده بقى والدي ووالدك هو اللي هيبقى عارفه. اسالوا على عم حسن اللي موجود في الابراهيميه في شارع الليجاتيه. اول حاجه كان لازم نجربها من عندهم وهي الفطيره اللي بالسمنه والسكر واللبن، يعني مفيش ابسط من كده. ودي بقى بعد ما بيطلع بالفطيره من الفرن كده وهي سخنه بينزل عليها بالسمنه بقى ويغرقها لك سمنه، وبعد كده بقى يفضل يرش لك عليها سكر كده من كل حته لحد ما يغرقها لك سكر. والسمنه بقى اللي هو حاططها دي مع السمنه اللي موجوده في الفطيره اصلا مع السكر، فالسكر بيدوب اصلا جواها وبيسيح. وبعد كده بقى بيقسم لك الفطيره كده نصين، وبعد كده بقى بيقطع النصين اللي هو قطعهم دول نصين تاني، وبيفضل بقى يقطع فيها كده لحد ما يخليها مكعبات صغيره عشان تعرف تاكلها بالشوكه. وانت مفكر بقى ان احنا كده خلصنا؟ لا، لسه بيفضل يقطعها لك حتت صغيره كده لحد ما تبقى مكعبات صغيره بالظبط كده عشان تبقى على قد بقك. وانت بقى مفكر ان هي هتفضل ناشفه كده صح وانت بتاكلها؟ لا، ده لسه بقى بيجيب الطبق الفل ده بقى، وبعد كده بينزل بالفطير اللي هو قطعه في الطبق، وبعد كده يا غالي بيديها وش بقى اللبن كده بقى وهو مغلي كده وهو سخن، واللبن بقى ده كامل الدسم مفيش احلى من كده. وبعدها بقى يديها وش تاني كده بالسمنه بقى كده ويغرقها لك سمنه. لا، هو بجد بيغرقها لك سمنه بس من غير ما بيأفور قوي. وبعد كده بقى بينزلك برشه سكر تاني كده ويغرقها لك سكر. والمشكله ان انا ما حسيتش بطعم السكر، يعني مع كل كميه السكر اللي هو حطها ده انا ما حسيتش ان حاجه مسكره برضه. بص بقى شكله بقى عامل ازاي بعد ما الفطير شرب السمنه اللي فيه واللبن بقى طري كده وبقى. ونصيحه مني يعني من اول ما يديها لك لازم تاكلها كده وهي سخنه، لان هي لو بردت بتغير طعمها خالص. فالفطيره دي يا غالي ما تتاكلش غير وهي سخنه. وانا الصراحه كنت مفتقد الفطيره دي قوي. ده هو الفطير اللي مالي الدنيا اليومين دول اللي هو باللوتس بقى والنوتيلا، لكن كون بقى ان حد يعمل لك فطيره باللبن والسكر والسمنه بس، فده انا كان بالي زمن كمان ما اكلتهوش. فالواحد زهق بقى الصراحه من الحاجات اللي طالعه جديده بقى، الفطير بالنوتيلا والفطير باللوتس والفطير بالكراميل والفطير ما اعرفش بايه. لا، احنا ناكله الفطير العادي بتاعنا ده اللي هو بيبقى بسيط جدا، اللي هو بيبقى سمنه وسكر ولبن بس، ورغم بساطته بس بيطلع طعمه حلو جدا وتحفه. يعني طبق الفطير ده اللي هو بالسمنه والسكر واللبن ده كان سعره عامل 10 جنيه. يعني كون ان هو يعمل لك طبق فطير كده وينزل لك عليه بسمنه وسكر ولبن وبيبقى ب 10 جنيه، فحلو قوي. الاسعار دلوقتي بقت نار. وكمان عم حسن ولا مغلي قوي ولا مرخص قوي، يعني هتلاقي سعره في حدود المعقول. يعني زي ما بقول لك الطبق ده ب 10 جنيه، تلاقي كمان عنده الفطيره اللحمه عامله 20 جنيه كده يعني. وده بقى شكل الفطيره البسطرمه وهو بتتعمل. اول حاجه بيلف العجينه كده، وبعد كده بقى بينزل بالبسطرمه مع الجبنه ريكفورد، بعدها بقى بينزل بالخضار كده بقى ويغرقها لك خضار، واخر حاجه بقى بينزل لك بالجبنه التركي المبشوره كده ويغرقها لك من اولها لاخرها. وبعد كده بقى بيقفل العجينه شبه ما انت شايف كده، بيلفها كده وبيفضل يلف فيها لحد ما بتتقفل خالص، وبيفضل يبرم فيها بالشكل ده لحد ما بتتقفل، وبيقفل بقى الاطراف عشان الحاجه ما تقعش، بيفضل يتني بقى الاطراف كده بالشكل ده، وبعد كده بيدخلها الفرن. وهنا بقى انا كنت بحاول اقسمها لكم عشان اوريكم الجبنه جوه عامله ازاي، بس هي كانت سخنه نار. نصيحه مني انت لازم تسيبها شويه تبرد كده عشان ما تلسعش، عشان انت لو عملت فيها فلوته شبهي وحاولت تقطعها او تاكلها وهي سخنه هتلسوعها. بصوا سخنه ازاي، نار. والراجل اللي واقف هناك لما عرف ان هي سخنه كده راح ثبت لي المروحه عليها لحد ما بردت. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، وكميه الحشو وكميه البسطرمه اللي فيها جوه عامله ازاي، والجبن. ندوق بقى كده ونقول بسم الله. ما تنساش بقى تصلي على النبي كده ونشوفوا طعمها هيبقى عامل ازاي. بص، هو اكتر حاجه باينه فيها طعم الجبنه، والجبنه الريكفورد بقى مغطيه على الطعم كله لان هو مكترها قوي. انا كنت مستغرب قوي كون ان هو يعمل لك الفطيره دي ب 20 جنيه ويحط لك فيها جبنه ريكفورد، فانا عايز اعرف ازاي. يعني ملحوظه عندي البسطرمه لو كانت بزياده شويه فكانت هتبقى احسن بكتير، لان حتى الجبن عايزه ان انت تحس من كتر الجبن كده فهي محتاجه شويه ملح عشان عمليه تتوازن كده، لكن لو البسطرمه كانت زياده فما كانتش هتحتاج ملح. وبيقسمها لك نصين وبتنزل لك بالشكل ده. هو قدامك ده ناس على مستوى اسكندريه كلهم متابعين. طب فين طيب؟ تيجي الصبح الساعه، لا ما تيجي مشهورين فيها في الوقت اللي انا هقول لك عليه. تيجي الصبح لسه جاي الساعه 7 من الساعه 7 لغايه الساعه 1 ما تعرفش تاخدها، ما تعرفش تاخد لقمه الغرب. ايه الفرق بقى؟ من الزحمه، من الزحمه الصبح مطرح الاستاذ كده. البنك اللي جوه قدامك ده بيبقى بره، بيفضل واقف بره ويبيع لهم الغرب لغايه اللي هو جوه خالص لغايه الساعه 1. الناس تبقى كده بقى. ايه الفرق يعني؟ ايه الفرق بينهم وبين ايه؟ يعني الناس العاديه يعني اللي هم الطاقه العاديه؟ لا لا لا، اهو الفرق اللي هو قدامك ده الحاج ده اسمه عم علي. مع الحاج عم علي. عم علي ده زي في الشارع الجديد هنا زي النار على العالم، اسم من اسماء التاريخ. هو باين على المحل اللي هو قديم مش هنا المحل كان بيجي مين بقى؟ بيجي الاجريج. جميله. الاجريج والارمان اللي هم تبع اليونانيين. كانت الابراميه هنا في الستينات والخمسينات والاربعينات كان كلها اجريج اللي هم اليونانيين والناس دي كلها.
يجوا ياكلوا هنا مسميين لقمه القاضي اللي هي اسمها لقمه القاضي ديت الزلابيه، اسمها لقمادس. لقماتس. لقماتس. طبعا يجوا يشتروها هنا في نادي في الازاريط اسمه النادي اليوناني. النادي اليوناني دوت انا وعم علي واخويا الصبح كنا نروحوا نعملوا لقمة القاضي عندهم في اليوبيل الفضي بتاعهم واليوبيل الذهبي، يعملوا لهم لقمة القاضي بتاعتهم. أنا جبت السوق ده وجربه. مستغرب ان هو مدور، انا معرفه اللي هو بيبقى مبطط كده واكبر. محدش بيعمله غيري، بتاخده عند اي حد بيعملوه بالعيش السوري. والتاني اللي بيعملوا لك اللي هو بيعملوا لك كريب. والورق في اللي بيعملوا كتير عادي. لا اتحداك ان حد بيعمله. انا لسه واكل الفطير. بالفطير كده بيهوي الفطيره ويلفها. خدت بالك من دي؟ لا. ايوه صح، بتبقى عجينه صح؟ التاني بيبقى عجينه. ايوه صح، بتبقى عجينه عامله شبه العيش اللي بتعمل فيه العيش باللحمه. ايوه العيش السوري. وبس كده بقى، ودي كانت نبذه عن المحل وانه موجود من زمان.